السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض مكرونه بشاميل بطريقه سهله وبسيطه. اول حاجه عملت حطيت ميه على النار، سلقت المكرونه ورجعت بقى في السريح كده حطيت طاسه على النار، وحطيت فيها سمنه وحطيت فيها بصل وثوم علشان اشوح الكبد والقوانص. طبعا انا هعملها بكبد وقوانص، مش هعملها باللحمه المفرومه. كده اول حاجه عملتها نزلت بالقوانص، قطعتها قطع صغيره زي ما انتم شايفين، وهبدا ان انا اديها تشويحه الاول لان القوانص بتاخد سوا عن الكبد. وكمان انا مقطعه قطع صغيره فالكبده هتستوي معايا بسرعه جدا، فالقوانص هتبقى ايه، هتبقى لسه نيه. وبعدين اصلا احنا مش هنسويها، احنا هنشوحها بس، فطبعا القوانص هتبقى مش مستويه كويس. كده انا قلبتها مع بعض، وبعدين كده بقى ابتدت ان هي تتشوح معايا، حسيت ان هي دخلت في السوا، نزلت بالكبده، وبعدين ابتديت ان انا بقى ايه اقلبهم الاتنين مع بعض. قلبت الكبد والقوانص، وبعدين ايه قلبتهم مع بعض كويس، يعني حطيت الكبده على القوانص وقلبتهم مع بعض كويس لحد ما استووا معايا. وفي الاخر قطعت عليهم فلفلايه صغنونه عشان كان بيحرق وانا عندي طفل صغير، وقطعت عليهم طماطمية اللي هي تديهم لون يعني وتديهم طعم. فقطعت عليهم، طبعا مش استووا جامد بس ايه كانوا كويسين معايا يعني. وبعدين استوت الكبد والقوانص بقى على طول عملت البشاميل. على فكرة هي ما خدتش معايا وقت خالص، بالعكس كانت سريعة جدا. وانا على طول عمري بحس ان المكرونة بالبشاميل بتاخد وش كتير، بس مش عارفة المرة دي حسيت انها اسهل مرة معايا ليه. كده انا ابتديت ان انا اعمل البشاميل، حطيت السمنة ونزلت عليها بالدقيق، وابتديت اقلب زي ما انتوا شايفين لحد ما خدت اللون الذهبي معاه. اعرف ازاي ان البشاميل خلاص الدقيق استوى خلاص ان انا جاهز ان انا انزل باللبن؟ اول ما الاقي الدقيق بقى لونه ذهبي، خد اللون الذهبي معاه، اعرف خلاص ان انا كده لازم انزل بالايه باللبن. عندك شوربة ممكن تحطي نص لبن ونص شوربة، تبقى جميلة جدا. بس انا بصراحة المرة دي حطيتها لبن لان مكانش عندي شوربة. كده خلاص هو ابتدى يدخل ياخد سوا معايا، ياخد اللون بتاعي اللي انا عايزاه، وهنزل باللبن بتاعي. وبعدين بتفضلي بقى تقلب علشان ما يعملش كتل او يكلكع معاكي. بتفضل على طول بالمضرب تقلب علشان ايه ما يكلكعش. تلاقي مثلا كلكع او تخن بقى البشاميل السمك بتاعه تخين، تنزلي عادي بشوية مية، وبعدين تحطي ملح وفلفل اسود وايه والتبليه. كده خلاص خدت لون معايا. هنزل بقى باللبن دلوقتي، تحط لها ملح وفلفل اسود، عايزه تحطي مكعب مرقه دجاج ماشي براحتك، يعني التتبيله دي براحتك. شوفوا هي كلكعت معايا ازاي، بس انا فضلت اقلب وزودتها ميه برضو. يعني هي ما فيش حاجه في الطبخ صعبه، بس ايه طول ما انتي بتحبي اصلا الطبخ، انا بحس ان هو كل حاجه فيه سهله وجميله، بس اهم حاجه يكون ايه مفيش اطفال جنبك، لان انا ابني كان جنبي مجنن بمعنى الكلمه. كده بحطيت ملح وفلفل اسود، كمون، ومرق دجاج، وقلبتهم بقى. وخلاص جبت بقى المكرونه، طبعا كانت سلقت وصفيتها، حطيتها في الطبق البلاستيك ده، وحطيت عليها بشاميل وقلبتها بالشكل ده. ومعايا الصينيه بتاعتي اللي هعمل فيها، حطيت في القاع بشاميل، ونزلت بمكرونه بطبقه مكرونه معايا، وحطيت الكبده وحطيت عليها شويه جبنه موتزاريلا في النص بالشكل ده. وحطيت الطبق اللي هي على الوش، وابتديت بقى ان انا ايه احط الجبنه الموتزاريلا عليهم. على فكره التصوير مش قد كده لان انا اللي كنت ماسكه الكاميرا وكنت بصور. حطيت بقى الجبنه الموتزاريلا، وبعدين على فكره انا كترتها عن كده. وكده ده الشكل النهائي المكرونه بتاعتي. يا رب تكون عجبكم. متنسوش تعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل فيديو جديد، تعملوا لايك للفيديو.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.